لو معاك 15 برو ماكس او 16 برو ماكس، هل انت محتاج تابجريد لل 17 برو ماكس؟ تعال نعمل كاميرا كومباريزن بين الثلاثه ونشوف هل يستحق فعلا ان انت تابجريد ولا لا. هنبدأ أول حاجة بالرير كاميرا، ونبدأ بالمين لينس ال1 اكس. تعالى نبدأ نعمل زوم كده ونشوف الديتيلز، هل في أي حاجة فارقة؟ طبعا الثلاث كاميرات نظرة أولى كده هتحس الدايناميك رينج شبه بعض جدا، الثلاثة شبه بعض فعلا بنسبة يعني كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة إن أنا فعلا مش عارف أطلع فرق. يعني بصراحة مش هدي سكور أعلى في ال17، هنا هقول الثلاثة يساووا بعض، نقطة لل15 برو ماكس، نقطة لل16 برو ماكس، نقطة لل17 برو ماكس. نخش على ال2 اكس ونبدأ نبص كده نظرة أولية. تعالوا نشوف القطع كده بتاع الشعر والوش حوالينا، هل فرق في اي حاجه في ال17؟ هل اذكى شويه مقارنه بال17 برو ماكس؟ حاسس ال17 برو ماكس قطع حته من ودني، لو لاحظتوا كده حوالين ودني هتلاقوا فيه شويه بلور زياده عن اللزوم، تحس ان الودن مش مقطوع كويس او ما كانش فيه ثقه في القطعه كده. ولكن في ال16 برو ماكس لا، مظبوطه شارب، الودن مقطوعه شارب، حلوه جدا. تعالوا نشوف ال15 برو ماكس برضو مقطوعة يمكن أحسن برضو من ال17. حد 2 لل15 برو ماكس، 2 لل16 برو ماكس، ونقطة واحدة لل17 برو ماكس. ونخش على الزوم اللي بعد كده اللي هيبقى مختلف شوية، لأن المرة دي عندك في ال16 برو ماكس في 5x، عندك في ال15 برو ماكس في 5x، ولكن في ال17 برو ماكس مفيش 5x، في 4x بس. طبعا من ال4 لل5 الفرق باين ان ال4 اوسع شويه. بصوا هنا بقى اللي انا كنت بقول لكم عليه، القطع ده باين ازاي. ماشي، هتلاقي حاجه بسيطه كده عند الودن هنا، وهنا في ال15 برو ماكس برضو الدنيا كويسه والقطعه مظبوطه وشارب. بصوا في ال17، بص عند الودن الدنيا خرفت ازاي، يعني مش مشاكل تبان بصراحه من الموبايل لسه جديد زي ال17 برو ماكس. بصوا شعري من فوق هتلاقوا القطع مش كويس وفي حتت كتير معمول لها بلور، على عكس ال16 برو ماكس اللي كان واثق من نفسه في القطعه هو وال15 برو ماكس كمان. ولكن كلينس هي حلو ان انت يبقى عندك الاوبشن بتاع ال4 اكس، وان انت ينفع من ال4 اكس تزوم اكتر ويبقى معاك شبه ال5 اكس. من ال4 اكس لل8 اكس في ال17 برو ماكس انت بتستعمل نفس الاوبتيكال زوم بتاع ال4 اكس، ولكن لحد ال8 اكس، ال8 اكس مكتوب كده ان هو اوبتيكال لايك، يعني هو مش اوبتيكال. وهنقارن دلوقتي الاوبتيكال فيرسز ان انا اعمل زوم ان من ال4 اكس بالفوتوشوب، وهنشوفهم جنب بعض الفرق بينهم، هل فعلا هي اوبتيكال لايك زي ما ابل بتقول لنا؟ واوبتيكال لايك دي تضحك عليك، تحسسك ان هي في لينس مخصوصه بتعمل ال8 اكس، ولكن مفيش، هي بتعمل زوم من ال4 اكس، بتعمل ديجيتال كروب، ولكن ابل بتقول انها محافظه على جودتها. تعال نقارن. فاحنا في الصوره دي بصراحه على قد ما عجبني ان انت عندك الفرايتي من ال4 اكس لل5 اكس مش محبوس جوه ال5 اكس بس، ولكن موضوع القطع حوالين الوش ده مضايقني شويه، فهدي بوينت زياده ان انا معايا 4 اكس واقدر ازوم ل5 اكس، وهدي برضو 2 بوينتس لكل واحد فيهم، فهيبقى معانا ال8 اكس اللي هي الاوبتيكال لايك ضد ال4 اكس بتاعتها اللي هي متاخده من نفس الزاويه بالظبط، ولكن على ال4 اكس على طول. طبعا الفرق هنا ان ال8 اكس قريبه جدا من الوش، ال4 اكس هي اللي بعيده شويه. فتعالوا نعمل زوم بال4 اكس كده. لو الاتنين معمولين على 8x بفرق البلور اللي كان الايفون ال17 برو ماكس مش مديني الاوبشن ان انا اعمل الفوكس او ان انا العب في البلور لما عملتها على 8x، معرفش ايه السبب، ولكن طبعا ان انا واخدها من ال4x وعملت لها زوم على الفوتوشوب بقى عندي الاوبشن. في فرق في الكواليتي، طبعا في فرق في الكواليتي. لو عملت زوم ان كده شويه، اسهل حاجه ممكن تبص عليها، مش هنبص على البلير اللي في الباك جراوند او البوكيه افكت، ممكن تبص على التيشيرت اللي انا لابسه، هتلاقي ان الباترن اللي موجوده في التيشيرت راحت او ما بقتش موجوده في ال4 اكس اللي معمول لها زوم. ولكن لو بصيت على ال8 اكس اللي موجوده اللي هي طالعه من الكاميرا على طول 8 اكس، فهتلاقي فعلا الباترن بتاعت التيشيرت زي ما هي موجوده كويسه جدا جدا جدا. وندي نقطه زياده لل17 برو ماكس عشان بس الاوبتيكال كواليتي 8 اكس اللي موجوده هي فعلا كويسه، وطلعت فارقه فعلا عن الكواليتي الزوم بالفوتوشوب. تعالوا دلوقتي نشوف الزوم اللي هو بقى عندنا لحد 40 اكس في ال17 برو ماكس، ولكن في ال15 وال16 كان عندنا لحد 25 اكس فقط. فتعال نشوف ونقارن الكواليتي، هل يستحق ولا لا يستحق. تعال دلوقتي بقى نبدا كده نقارن. لو صورنا لاندسكيب عادي خالص وانا طلعت من الصوره، ونشوف الزوم من اول 25 اكس لحد ال 40 اكس. نبدا بالالترا وايد كده واحده واحده. اول حاجه هتلاحظوها ان كل واحد اخد لون زرع
مختلف حاجة بسيطة جدا عن التاني، ولكن الاخضر على الشمال خالص هتلاقوا التون مختلفة كده عن الاخضر بتاع ال 16 برو ماكس. ولو قارنا ال 16 برو ماكس برضو بال 17 برو ماكس، كل اخضر فيهم غير الاخضر التاني. يعني ممكن ذوقك يعجبك ده او ده او ده، مش هدي بوينتس على لون الزرع. لو عملنا زوم شوية عشان نشوف الكواليتي بال 17 برو ماكس، طبعا مش قادر اقرا الكلام بتاع المطاعم اللي على الكونتينرز اللي ورا، مش باين خالص. ولكن هل هيبان في ال 16 برو ماكس؟ برضو طبعا الدنيا مبكسله جدا جدا. خلي بالكوا هنا ان ال 15 برو ماكس هو الوحيد اللي 12 ميجا بكسل في الوايد كاميرا، فهنا طبعا هتلاقي الكواليتي احسن شويه في ال 16 وال 17 عن الموبايل ال 15. طبعا هنا بكسلت اكتر بكتير. شايفين الدبدوبه اللي على الشمال دي؟ بصوا عامله ازاي هنا. يمكن ال 17 برو ماكس اوضحهم. الثلاثه حلوين جدا جدا جدا، نقطه لكل واحد. مش عايز اطلع يعني بحاول اكسب ال 17 برو ماكس بالعافيه، لان فعلا الثلاثه حلوين. ولكن امتى بقى يفرق معاك ال 12 ميجا بكسل بتاعت الالترا وايد ل 48 ميجا بكسل اللي موجوده على ال 16 وال 17؟ لما تاخد بيها ماكرو فوتوغرافي، وده اللي هنشوفه كمان دقيقه بالظبط. استناني عشان تشوف الماكرو فوتوغرافي في الثلاثه، ونرجع تاني للمين كاميرا، بس المره دي باللاندسكيب. نفس المنظر ده كاننا عملنا زوم ان شويه ونشوف الفرق في الثلاثه. بدا طبعا كلام الكافيهات او اسامي الكافيهات تبدا تبان ورا كلام كده. بصوا هنا اسم الكافيه اللي ورا ده مش مقري احسن حاجه. تعالوا نشوف في ال 16 برو ماكس، مش مقري اكتر حاجه برضو. يمكن الكونتراست بتاع الكلام اوضح، ولكن ده مش معناها ان الحروف اوضح. تعالوا نشوف في ال 17 برو ماكس، اسم الكافيه يمكن اوضح شويه هنا برضو، شبه ال 16 برو ماكس. شبه ال 16 برو ماكس بصراحه، مش حاسه اوضح بكتير. برضو بالنسبه لي لو انا صورت بال1 اكس على الثلاث موبايلات انا تمام. لو بصور لاندسكيب حدي نقطه للثلاث موبايلات، مفيش فرق تقريبا. نقطه لل 15 برو ماكس، نقطه لل 16 برو ماكس، ونقطه لل 17 برو ماكس. وتعالوا نشوف الفرق في ال 2 اكس بين برضو. تعالوا نزوم ان كده شويه. طبعا المحل كده بقى واضح 100%. ممكن اقول ككواليتي المره دي ال 17 برو ماكس احسنهم في ال 2 اكس بصراحه. اكتر واحد محافظ على الكواليتي لما عملت زوم ان. فهنمشيها بالترتيب كده. في ال 2 اكس ال 17 برو ماكس هنقول 3 نقط، ال 16 برو ماكس هنقول نقطتين، ال 15 برو ماكس هنقول نقطه. نيجي بعد كده لل 5 اكس اللي موجوده في ال 15 برو ماكس وال 16 برو ماكس، ولكن مش موجوده في ال 17 برو ماكس. ال 4 اكس مكانها. وتعالوا نعمل زوم ان برضو ونبدا نتفرج كده. طبعا هنا الكلام اللي على الشباك بقى باين 100% دلوقتي. ال 5 اكس دي اوبتيكال زوم، وهتلاقوا كل حاجه باينه هنا. اسم المحل بقى واضح جدا. الكلام اللي ما كانش واضح هنا مش عارف ايه، امريكان اكسبيرينس، دي بقت واضحه. الالوان كويسه، نفس الكواليتي بنفس الالوان بين ال 5 اكس في ال 15 برو ماكس وال 16 برو ماكس. بصراحة التلاتة كويسين جدا، ما تقدرش تقول على واحد فيهم غلط او تقول على واحد فيهم وحش. نقطة للتلاتة، نقطة لل 15 برو ماكس وال 16 برو ماكس وال 17 برو ماكس. ولكن بعد كده عندك حاجة مختلفة. انت عندك 8 اكس موجودة في ال 17 برو ماكس. فتعالوا نعمل زوم ان من ال 5 اكس اللي موجودة على ال 16 وال 15 ونقارنها بال 8 اكس اللي موجودة على ال 17 برو ماكس اللي هي اوبتيكال كواليتي من ابل. بصراحه الكواليتي في ال 17 برو ماكس، مش عايز اقول ان ابل قالت ان هي اوبتيكال كواليتي، وهي فعلا شبه الاوبتيكال كواليتي بصراحه. هي نظيفه جدا. بصوا على السلم اللي موجود على الكونتينر اللي فوق ده بتاع المطعم، هتلاقوا حتى الشادوز اللي فيه مظبوطه، الظل مظبوط فيه، الكلمه بتاعت امريكان اكسبيرينس مظبوطه، ما فيهاش اي بكسله. طبعا نقطه زياده لل 17 برو ماكس والباقي صفر عشان ال 8 اكس. الناس بقى بتوعنا حبايبنا الستوكرز اللي بيحبوا يعملوا زوم ان يخشوا في قفا الناس. معانا دلوقتي 25 اكس في ال 15 برو ماكس وال 16 برو ماكس ضد ال 40 اكس اللي موجوده في ال 17 برو ماكس. تعالوا نشوف اللي انا ملاحظه من ال 17 برو ماكس. ال 40 اكس بصراحه كويسه جدا، الكواليتي حلوه، الكلام مقري، فيها سنه كده معالجه، تحس ان معمول لها بلير شويه. لو قارنا الثلاثه ببعض فانت عندك اوبشن زياده في ال 17 برو ماكس ان انت تقدر توصل ل 40 اكس مش بس 25. يعني انا ده اوبشن بصراحه مش هستعمله كتير. انا ممكن بس ادي نقطه زياده لل 17 برو ماكس ان انا وصلت لل 40 اكس والكلمه مقريه وكويسه. خلينا نقول 1 ل 15 برو ماكس، 1 ل 16 برو ماكس، 2 لل 17 برو ماكس. الالترا وايد، طبعا اول حاجه هتشوفوها في الالترا وايد هي ان ال 15 برو ماكس مش قادر يفوكس كويس زي ال 16 وال 17. انا هنا مصور اللي انتوا شايفينه ده دكه خشب، وانا مصور الحديد اللي بين الدكه. فالحديد هتلاقوه الفوكس كويس
في ال16 انا حاسس ان هو احسنهم كمان، وال15 اوحشهم. هل ممكن تكون غلطه مني وانا بصور او ايدي اتهزت؟ ممكن، ولكن انا عجباني الصوره جدا بتاعه ال16 برو ماكس بصراحه. فكده هتبقى 3 نقط لل16 برو ماكس، نقطتين لل17 برو ماكس، ونقطه واحده لل15 برو ماكس. ونخش على السيلفي كاميرا اللي فيها كل الاختلافات اللي انت مستنيها من ال17 برو ماكس، واللي اعتقد هتفرق معانا في السكور، بس مين عارف. خلينا نشوف. هنا طبعا انت بتقارن 18 ميجا بكسل الوحيده اللي على ال17 برو ماكس، وده اعلى ابجريد خدناه من السيلفي كاميرا بقالنا سنين، وده الوحيد اللي محطوط على ال17 برو ماكس. فاعتقد هنشوف كواليتي مختلفه في السيلفي في كل المقارنه اللي جايه دي. اول حاجه نبدا نقارن بيها، هتشوفوا الالوان مختلفه بين كل موبايل وموبايل، واكتر لون الزرع فيه حقيقي هو ال17 برو ماكس ده مبدئيا كده فرق اللون. تاني حاجه كنت قلت لكم عليها واحنا بنقارن في الانبوكسنج، لو تلاحظوا السكين تون بقى مختلفه في التلاتة. بصوا عليا هنا مثلا في ال15 برو ماكس هتلاقوا ان انا مسمر زياده عن لوني الطبيعي. ال16 برو ماكس يعني افتح سنه، ولكن ال17 برو ماكس محافظ للسكين كولر بتاعتي الحقيقيه. طبعا اوضح حاجه واكتر حاجه باينه زي الشمس، وهي وسع السنسور بتاع ال17 برو ماكس. انتوا شايفين الصوره باين فيها قد ايه ضد الاثنين التانيين، وده كده الصوره الوايد بتاعه الفرونت كاميرا. تعالوا نشوف اللي معمول لها زوم شويه، او اللي هو الاوبشن الثاني اللي بيبقى في الفرونت كاميرا. المره دي الثلاثه هتلاقيهم شبه بعض جدا، ولكن برضو ارجع اقول لك السكين كولر مظبوطه اكتر واحده في ال17 برو ماكس. الوحيد اللي محافظ على لون البشره مظبوط اكتر من السمار الزياده عن اللزوم من ال15 برو ماكس، واللون اللي مش مظبوط قوي في ال16 برو ماكس ضد ال17 برو ماكس اللي محافظ على لون بشرتي الحقيقيه. لون الزرع مظبوط برضو في ال17 برو ماكس اكتر واحد، ولكن خلينا نقول في السيلفي نقطتين لل17 برو ماكس ونقطه لل16 وال15. ولكن ال17 برو ماكس عنده ميزه زياده يا جماعه، ميزه هتخليه ياخد بوينت زياده من غير ما يتقارن اصلا بالتانيين، وهو ان انت ينفع زي ما قلنا كده تقلب الكاميرا من هوريزونتال لفيرتيكال ومن فيرتيكال لهوريزونتال من غير ما تحرك الموبايل. عينك عامله اي كونتاكت مع الكاميرا، وفي نفس الوقت تصور. عايز تصور بالعرض هتصور، عايز تصور بالطول بتصور. طبعا مع نفس الاتنين اوبشن اللي عندك ان انت كمان ينفع تقرب الصوره وينفع تبعدها، وبالتالي هدي نقطه كمان لل17 برو ماكس على السنسور السكوير اللي سمح لنا ان احنا نعمل الحركه دي. في حاجه تاني اللي هي السنتر ستيج، بصراحه انا استعملتها ما عجبتنيش قوي. لما بتعملها اون بيقلب لوحده الكاميرا من هوريزونتال لفيرتيكال او من فيرتيكال لهوريزونتال، ويزوم ان واوت على حسب الناس اللي حواليك في الكادر. مش دايما بتشتغل، مش دايما حلوه، ولكن اوبشن موجود للي عايز يستعمله. انا مش هدي عليه نقطه زياده ولا هحسبه معانا في المقارنه بصراحه. تعالوا دلوقتي نقارن الفيديو كواليتي اللي طالع بين ال15 برو ماكس وال16 برو ماكس وال17 برو ماكس في الكاميرا السيلفي. ولكن خلي بالك من حاجه، ال16 برو ماكس وال17 برو ماكس بس اللي فيهم الاوديو ميكس اللي يقدر يخليك تطلع كواليتي الصوت كويسه جدا. اليوم اللي انا كنت بصور فيه ده الرياح كانت جامده، كان في نافوره بتشتغل كل شويه وتسكت، فهتلاقوا المفروض في دوشه في المايك جامده. تعالوا نسمع ونقارن الصوت عامل ازاي. ده كده الساوند كواليتي من ال15 برو ماكس، وانا بصور طبعا بكاميرا 12 ميجا بكسل لانها على ال15 وال16 12 ميجا بكسل. دي الكواليتي على ال16 برو ماكس، ودي السيلفي كواليتي. وطبعا هنا الاوديو اعتقد انت هتبقى سامع دلوقتي الصوت احسن شويه، ولكن ده لسه برضو من غير لعب. دي كده الكواليتي من ال17 برو ماكس، وده الاوديو كواليتي. وخليني برضو اوريكم لما اعمله استوديو. الفرق الوحيد ان هنا دلوقتي ان في نافوره اشتغلت، فالمفروض النافوره دي صوتها اعلى من بقيه الرياح والحاجات دي. فبرضو خلينا نشوف الاوديو كواليتي عامله ازاي. خلينا نقول الاول في السيلفي فيديو انا عاجبني الكواليتي قوي بتاعت ال17، فهديله درجتين، درجه لل16 درجه لل15. ونحسب المايك من غير لعب. الثلاث اصوات بصراحه يعني انت تقدر تستخدمهم، الصوت طلع من الثلاثه كويس جدا. احنا كده لسه مش عاملين اوديو ميكس، ولكن كان اوضح شويه في ال17، فهندي نفس الدرجه، درجتين لل17، درجه لل16، درجه لل15. وتعالوا نسمع بقى بين ال16 برو ماكس وال17 برو ماكس الاوديو كواليتي لما نعمله على الاستوديو ونشوف الفرق. خلي بالكم ان الجو النهارده فيه شويه هوا، فالمفروض الجو يبقى باين صوته او صوت الرياح شويه في المايك. وخليني اوريكم برضو لما نعمله بالاستوديو كواليتي ونشوف الفرق. وخليني برضو اوريكم الاوديو كواليتي لما اعمله استوديو. الفرق الوحيد ان هنا دلوقتي ان في نافوره اشتغلت، فالمفروض النافوره دي صوتها اعلى من بقيه الرياح والحاجات دي. فبرضو خلينا نشوف الاوديو كواليتي عامله ازاي.
يعني يمكن الكتمه اللي في الصوت اللي في ال 16 برو ماكس اقل سنه من ال 17 برو ماكس، ولكن الاثنين بصراحه 10 على 10، برافو عليهم. نقطتين لل 17 برو ماكس، نقطه لل 16 برو ماكس، ولا حاجه لل 15 عشان بس الاوديو ميكس. برافو بصراحه، حلوه جدا جدا جدا. طبعا عندك اوبشن زياده في ال 17 برو ماكس وهو الهوريزونتال فيديو. فتخيل نفسك بكل بساطه ماشي بتتكلم في الشارع ماسك الموبايل عادي خالص، ماسكه بالطول بدل ما تمسكه بالعرض، والفيديو طالع زي ما انت عايزه، طالع بالعرض عادي خالص. دي بقى يا جماعه ألذ حاجه في ال 17 برو ماكس، غير ان انت طبعا معاك الاوديو ميكس وان انت تعرف تاخد استوديو كواليتي. فانا قاعد ماسك الموبايل براحتي، ماسكه بالطول، والفيديو اللي انت شايفه ده انا بصوره بالطول. 17 برو ماكس كمان نقطه عشان الفيديو الهوريزونتال، وزيرو للاثنين التانيين. نيجي بعد كده النقطه الدول كابتشر اللي كانت موجوده في السامسونج سنه مش عارف 2013. انا عيبها بس بالنسبه لي حاجه عايز اقول لكم عليها، ان هي مش موجوده في الصور العاديه، وانت عشان تاخد صوره دول كابتشر بتحتاج تصور فيديو وتاخد صوره من الفيديو. دلوقتي لو انا بصور كده اقدر احرك الويندو ده في اي حته في كل الشاشه، مش بتمسك في كل الشاشه قوي برضو يعني بصراحه، يعني بتمسك كورنرز بس، يعني لو عايز تبقى في النص مش هتبقى في النص. طبعا حلوه جدا وصايعه جدا، وخلي بالك ان زي ما قلت لكم كده في الفيديو هو بيمسك بس في الكورنرز، فانت مش هتقدر تنقل الصوره الصغيره دي في كل الاماكن ولا تقدر تعملها ريسايز، وبرده دي نقطه زياده عشان الدول كابتشر. ونيجي للنايت فوتوغرافي، وتعالوا نشوف بقى الرير كاميرا ممكن تقول ايه. بصراحه الصوره في التلاتة لو هي على الوايد مش هقدر احكم او مش هقدر ادي درجات زيادة. انا شايف الصورة كويسة جدا 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 في التلاتة، برغم ان احنا بنقارن 2 سنسورز 48 ميجا بكسل بسنسور تاني 12، ولكن الصورة كويسة جدا جدا تستعمل في التلاتة، حلوة قوي قوي قوي، وهدي درجة لكل واحد فيهم. بعد كده نيجي لل1 اكس. ال1 اكس طبعا ثلاثة شبه بعض جدا، ولكن عايز اوريكم حاجة. الصورة لما بنبدأ نعمل زوم الانوار اللي قدام يعني كلها اوفر اكسبوزد شوية، مش باين لها ديتيلز قوي، والكلام ده على الثلاث موبايلات. لو عملنا زوم ان شويه كده وبدانا نبص على البيوت اللي قدام دي او الكافيهات اللي قدام، بقى معمول سموث بزياده كده، تحس ان هو بهت او تحس ان هو ما بقاش ليه ملامح قوي، سواء على ال 16 برو ماكس او ال 15 برو ماكس كمان اللي بقى مبكسل. خلينا نقول نقطتين 17 برو ماكس، نقطتين 16 برو ماكس، ونقطه لل 15 برو ماكس. ودلوقتي نخش على ال 2 اكس في النايت مود في الثلاث موبايلات، وبرده اللايت فليرز اللي شبه النجوم اللي بتضرب من النور دي باينه جدا في ال 16 برو ماكس، على عكس المره دي ال 17 وال 15. بصراحه مش شايف فيهم حاجه، رغم ان انا كنت شايف وانا بصور، ولكن مش طالعه في الافتر بروسيسنج كانها اتعالجت مثلا بطريقه ما. ال 15 برو ماكس بصراحه مليان نويز، ال 16 برو ماكس اقل شويه في النويز ولكن برضو فيها، وال 17 برو ماكس يمكن اكتر واحد واضح في الكلام ويمكن اقل واحد فيهم في النويز. 3 نقط 17 برو ماكس، نقطتين 16 برو ماكس، ونقطة 15 برو ماكس. ال 5 اكس وال 4 اكس هتلاقوا برضو اللايت فلير اللي ضارب فوق، او النجمة اللي هي مش نجمة اصلا ولا كانت موجودة في الحقيقة، موجودة في ال 15، موجودة في ال 16 بس مش موجودة في ال 17. وتعالوا نزوم ان شوية، النخل بايظ خالص على ال 16 برو ماكس، النخل باين شوية حلوين على ال 17 برو ماكس. على ال 15 برو ماكس النويز بصراحة جامدة جدا. اوحش صورة بالنسبة لي المرة دي ككواليتي هي ال 16 برو ماكس، مش عارف ليه بصراحة. فخلينا نقول 2 لل 15 برو ماكس، 1 لل 16 برو ماكس، و3 لل 17 برو ماكس بصراحه انضف صوره فيهم. المره دي بقى عملت زوم 8 اكس على الثلاث موبايلات، رغم ان هي عندنا موجوده الاوبتيكال كواليتي في ال 17 برو ماكس، ولكن عملت زوم بايدي كده في ال 15 وال 16 عشان اقارن في الثلاث موبايلات. تعالوا نشوف. طبعا النغمشه شديده جدا 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 في ال 16 برو ماكس وفي ال 15 برو ماكس، يعني بالنغمشه والنويز اللي موجوده في الثلاث صور. طبعا برضو اللايت فلير اللي بيظهر ده او النجوم اللي بتظهر دي بسبب الاضاءه في ال 17 برو ماكس برضو موجوده. ال 16 برو ماكس حظه ان النافوره اشتغلت فتقريبا هي اللي مزوده النويز شويه، فخلينا نقول درجتين 17 برو ماكس درجه، 16 برو ماكس درجه، 15 برو ماكس. وكده متبقي حاجه واحده وبعدها نقدر نحكم، والحاجه اللي متبقيه هي السيلفي في الضلمه. عندنا 3 انواع في الصور، ان انت تصور عادي خالص من غير النايت مود ولا فلاش، عندك ان انت تفتح النايت مود بقى ان هو ياخد ثانيتين 3 يبروسس وبعد كده يطلع لك الصوره منوره، وعندك نوع الاخير وانت تفتح فلاش ومش عامل النايت مود. تعالوا نجرب ونشوف الفرق بين الثلاث موبايلات، وهل ال 18 ميجا بكسل هتكسب ولا هتفضحنا. يلا نشوف. الصوره الابعد اوحش واحده 16 برو ماكس، بصراحه وحشه جدا، انا مش شايف وشي اصلا. لو بصينا من بعيد شويه هتحس ان اوفرول الصوره اوضح والذ
ألذ في ال 17 برو ماكس، ولكن خلينا نقول درجة لل 17 برو ماكس، نص درجة لل 15 برو ماكس، زيرو لل 16 برو ماكس. ونيجي للفرونت اللي معمول لها زوم شوية، برضو ال 16 برو ماكس مش عاجبني تماما. ال 17 برو ماكس يمكن منورة أكتر شوية، ولكن برضو عيني طايرة. المرة دي أنا هدي نقطة لل 15 برو ماكس، نص لل 17 برو ماكس، وزيرو لل 16 برو ماكس. ونخش للصوره اللي بالنايت مود. بصراحه الثلاثه فرقوا كتير جدا جدا جدا، وده يثبت لنا ان انت ما ينفعش تاخد صوره بالايفون وانت في الضلمه من غير ما تفتح النايت مود. لو هنتكلم على لون البشره، فهنتكلم على لون البشره في ال 17 برو ماكس تحفه. اللمض بس حواليها هاله زرقاء غريبه كده، احسن شويه في ال 16 برو ماكس ما فيهاش الهاله الغريبه دي. والاضاءه او السكين تون محمره شويه في ال 16 برو ماكس. ال 15 برو ماكس اظبط شويه في السكين تون. خلينا بصراحه نقول ان الثلاثه المره دي يستعملوا، والثلاثه حلوين جدا. فثلاث درجات لل 17 برو ماكس عشان السنسور الاكبر والصوره السكين تون الاظبط، درجتين لل 15 برو ماكس عشان الصوره كويسه والسكين تون مظبوطه، درجه واحده لل 16 برو ماكس عشان الاحمرار اللي في وش الزياده ده، ولكن برضو الصوره كويسه في الثلاثه بصراحه حلوه جدا جدا. ونخش على اخر صوره اللي بالفلاش. طبعا زي ما انتم شايفين ال 17 برو ماكس الفلاش منور زياده جدا جدا، يعني منور العماير اللي ورايا كمان. اللي انا ملاحظه ان ال 16 برو ماكس في تقريبا في كل صور السيلفي وشي محمر فيها شويه زياده عن ال 15 وعن ال 17. بصراحه يعني الصور بالنسبه لي المره دي مش حلوه قوي. يعني انا هستعمل بتاعه النايت مود ولكن مش هستعمل اللي بالفلاش. مش عاجبني قوي الفلاش اللي ضارب بزياده في ال 17 برو ماكس، عاجبني اكتر الصورتين الموجودين في ال 16 وال 15. ال 15 برو ماكس هقول ان هو الثلاث درجات بصراحه احلاهم بالنسبه لي، بعد كده درجتين لل 16 برو ماكس، بعد كده درجه واحده لل 17 برو ماكس اللي منوره اكتر واحده، ولكن الالوان ضربه زياده. حاسس ان الفلاش ضارب فيا زياده عن اللزوم. ونيجي للنتيجه النهائيه، وطبعا الشيء متوقع ان المركز الثالث يبقى ال 15 برو ماكس بنتيجه 26 ونص، ولكن اللي مش متوقع ان يبقى وراه لازقه على طول ال 16 برو ماكس من 26 ونص ل 28 درجة ونص بس فرق بين ال 15 برو ماكس وال 16 برو ماكس. والنطة الأخيرة اللي أنا ما كنتش متوقعها، وفعلا أنا بحسب معاكم وبتفرج معاكم، ودي مفاجأة ليا زي ما هي مفاجأة ليكم، ال 17 برو ماكس يوصل ل 43 ونص مركز أول. هنيجي بقى للسؤال الأخير، هل مستاهل الأبجريد ولا مش مستاهل الأبجريد؟ أنا وريتك الصور، وريتك الفرق. أنا حاسس إن مش كل الصور مستاهلة. يعني إحنا لو بنتكلم على المين كاميرا أو بنتكلم على الألترا وايد مش مستاهلة. لو بنتكلم عن الماكرو فوتوغرافي ودي حاجه بتحبها، هقول لك لو معاك ال 16 مش فارقه، لو معاك ال 15 ممكن اقول لك تابجريد. هنتكلم على السيلفي، دي اكتر حاجه بالنسبه لي فارقه. لو انت بتحب السيلفي، لو انت كونتنت كريتور، او لو انت حد بيستخدم السيلفي هوريزونتال بقى فيرتيكال، بتستعملها بكل حاجه فيها، اكتر حاجه فارقه هي السيلفي. ولو ان انت شفت النايت مود في الاخر ما كانش ألذ حاجه في ال 17 برو ماكس لما بتولع فلاش او في الضلمه خالص، ولكن بصراحه ان انت يبقى عندك الاختيار في السكوير سنسور تعمل كل حاجه، دي عبقريه. مش هقول لك حاجه على الدول كابتشر، انا بصراحه مش هستعملها. انا عارف ان دي حاجه كده رفاهيه هتستعملها مره في السنه زي الكاميرا بطن يعني، ولكن حلوه انها عندك. هل هتستعملها؟ مش فارقه كتير. فنصيحتي ليك في الاخر، لو معاك ال 15 وبتحب السيلفي ابجريد. لو معاك ال 15 ومش فارق لك السيلفي قوي ما تعملش ابجريد. لو معاك ال 16 برو ماكس اعتقد توفر فلوسك، غير لو انت برضو عاجبك السيلفي قوي قوي وموضوع السكوير سنسور ده، مش هفضل لك، مش هرجح قوي ان انت تابجريد غير للشده الرهيبه، او ان انت الباتري مثلا بدات تموت، او زي ما قلت لك كده عاجبك موضوع السيلفي قوي. ال 17 برو ماكس لو انت بتنقل من موبايل اقدم ال 15 هرشحه لك بشده كمان عشان بقيه الحاجات اللي فيه زي البروسيسور مثلا. ولكن ارجوك لو حاسس ان الصور ما كانتش فارقه كتير وفر فلوسك. لو احنا بنجرب وعندك كومباريزنز كتير على اليوتيوب، جرب واتفرج بنفسك واحكم بنفسك. ما تتفرجش على ده بس او على غيري بس او على حد بتحبه بس، اتفرج على فيديوهات كتير عشان تتاكد ان ده راي محايد وحد امين اللي بيقول لك عليه. لو مهتم بالكاميرا والحاجات اللي فيها فالكاميرا كومباريزنز عندك، ولو مهتم بالبرفورمانس فعندك ناس كتير عملت برفورمانس تيست، وانا كنت عامل ضد ال 16 برو ماكس في الانبوكسنج. واخيرا ما تنساش بقى تقول لي في الكومنتس كده اكتر صوره شايف انها كانت حلوه في حق ال 17 برو ماكس، واكتر صوره كانت مفاجاه بالنسبه لك. واكيد لو ما شفتش فيديو الانبوكسنج فما تنساش شوف الفيديو ده، ولو ما شفتش فيديو النضاره الريبان ميتا فما تنساش شوف الفيديو ده. واخيرا اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد كمان واشوفكم في فيديو جديد.